أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء جديد بنذهب فيه إلى حي شبرا العريق في قلب القاهرة سنة 1931 اللي اتولد فيها الفنان الكبير يوسف شعبان في بيت بسيط وسط أربعة من الإخوات. كان هو الكبير فيهم، أبوه كان رجل مثقف وبيشتغل مصمم في شركة دعاية أجنبية، ودايما كان بيجيب معاه مجلات وصحف أجنبية مليانة أخبار عن الفنانين والنجوم. الطفل يوسف شعبان في هذا الوقت كانت عينيه بتلمع دايما كل ما يفتح مجلة ويشوف فيها نجوم ويشوف فيها ممثلين. بيحب يقرأ ويتابع ويتخيل نفسه في الصفحات دي. بس أبوه كان ليه حلم تاني خالص، كان نفسه إن ابنه يطلع شيخ من شيوخ الأزهر ورجل دين وصوت للحق والعلم. فبعد الإعدادية دخل يوسف التعليم الثانوي الأزهري زي ما أبوه كان عايز. الحياة كان ليها رأي تاني. في المدرسة دخل فريق التمثيل، ومن أول مشهد على المسرح حس بحاجة غريبة، إحساس بالسعادة والحرية والانطلاق. يوسف اتعلم التمثيل وكان كل يوم بيستناه علشان يطلع يمثل قدام زمايله. بعد ما خلص الثانوية العامة فكر إنه يدخل كلية الطيران، لكن والدته خافت عليه وقالت له: يا ابني الطيران ده خطر، خليك في حاجة أضمن. وحاول يدخل كلية البوليس وجاب واسطة عن طريق الفنان صلاح ذو الفقار، الله يرحمه، اللي كان وقتها ضابط ومدرس في كلية البوليس. وفعلا عدى في كل الاختبارات، ولكن سقط في اختبار كشف الهيئة والباب اتقفل في وشه، ولكنه ما استسلمش ودخل كلية الحقوق. بس قلبه لسه بيتجه للتمثيل. الفنان يوسف شعبان شارك في المسرح الجامعي، وهناك قابل عمالقة من عمالقة اللي هنتعرف عليهم بعد كده في المستقبل، زي كرم مطاوع وسعيد عبد الغني وسعد أردش وصلاح السقا. المجموعة دي شافت فيها موهبة حقيقية وخيالية، وقالوا له: ما تضيعش وقتك في حقوق، روح المعهد العالي للفنون المسرحية. وفعلا راح وقدم، وكان من ضمن اللجنة اللي اختبرته الفنان الكبير حسين رياض. هنا بدأت الرحلة الجد. يوسف ساب الحقوق وقال كلمته الشهيرة: صاحب بالين كداب. ركز في المعهد، وهنا شافوا محمود مرسي. محمود مرسي هو الأستاذ بتاع يوسف شاهين، وقرر إنه يديه فرصة بسهرة درامية. من هنا خطوة ورا خطوة دخل في عالم السينما. أول دور صغير ليه كان في فيلم في بيتنا رجل، وبعدها في أدوار تانية صغيرة لحد ما عمل فيلم المعجزة مع شادية، اللي كانت أول واحدة تشوف فيه نجم حقيقي، وابتدت تطلبه معاها في أفلام تانية زي زقاق المداء. وده كان بداية الانطلاق. وفي وسط بريق النجومية دخل يوسف شاهين قصص حب كتير. أول جوازة ليه كانت من الفنانة ليلى طاهر، حب كبير بس كان مليان مشاكل. اتطلقوا 3 مرات في 4 سنين، والتالتة تابتة. بعد كده اتجوز بنت الأميرة فوزية، وكان اسمها نادية. نادية أصرت تتجوزه رغم رفض العيلة الملكية كلها، حتى هددت إنها تأذي نفسها لو ما اتجوزتوش. الجواز ده ما استمرش كتير، وانفصلوا وهي حامل، وسموا بنتهم سيناء. بعدها اتجوز الفنانة سهام فتحي، وبرضه الزواج ما كملش لحد ما جه الحب الكبير والأخير، وهو السيدة إيمان الشريعان من الكويت. عاشت معاه أكتر من 30 سنة وخلفت ليه مراد وزينب.
مراد بقى مخرج، وزينب خلصت إعلام ونفسها تطلع مذيعة، وأغلب وقتها كانوا بيقضوه في الكويت، ويوسف كان بيروح يقعد هناك بالسنة والسنتين. الحياة الفنية ما كانتش كلها نور. في سنة 73 عمل فيلم اسمه حمام الملاطيلي، قدم فيه دور شاب مثل الجنس، وده وقتها كان حاجة صادمة جدا بالنسبة للجماهير. الناس هاجمته بشدة، كما ان الناس اتهموه بالشذوذ، وطلعت اشاعات كتيرة عليه. بس يوسف قال بكل شجاعة انا ما ندمتش، الدور ده كان رسالة، وكان عايز يقول ان الاهمال في تربية الاولاد ممكن يؤدي لكوارث. زي ما بيخافوا على البنات لازم يخافوا على الاولاد. بالرغم من الهجوم اللي كان على يوسف شعبان في هذا الوقت، الا انه موقفش. عمل رأفت الهجان، ودوره كان محسن ممتاز، دخل قلوب الناس، واتكرم من فلسطين ومن وزارة الثقافة المصرية، وأصبح نقيب الممثلين مرتين. بعده جه أشرف زكي. حتى في حياته العائلية كان في أفراح كتير. ابنه مراد اتجوز بنت جواهرجي لبناني كبير، وعمل فرح أسطوري. وبنته سينا اتجوزت وعاشت في أمريكا، وكانت كان حاضر فرحها وبيرقص في كل فرح. الإشاعة اللي فضلت تطارده هي إنه اتجوز صباح، والحقيقة كان بينهم حب فعلا بس ما كملش. كل إشاعة كانت بتطلع عن وفاته كان بيرد عليها بابتسامة، لحد ما جت الحقيقة المرة في فبراير 2021. وبعد إصابته بالكورونا رحل يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عام في مستشفى العجوزة. ورحل بعد ما ساب ذخيرة طويلة وتاريخ طويل جدا وراه من الأعمال الفنية الرائعة. وهو فنان صراحة كان ملتزم جدا، وكان فنان محترف بيعرف ازاي ان هو يتمثل في الدور. رحلة يوسف شعبان من شاب في شبرا لحبيب الملايين لإنسان واجه الدنيا بكل قوتها، حكاية فيها كل حاجة. اللي يعرف يوسف يعرف إن نهايته كانت مش مجرد رحيل، لا، دي كانت إسدال ستار على مسرحية عمرها ما تتكرر. دي كانت نبذة بسيطة عن فناننا الجميل يوسف شعبان، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله. تحياتي.